عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة السنة الجديدة ربنا يعيده علينا يا رب بخير. لو انتي اول مرة بتشرفينا على القناة اهلا وسهلا بيكي. اتشرفت طبعا. ارجو منك الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، واللايك الجميل من ايديكي مش هيخسرك اي حاجة. يلا بينا نشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالوايت صوص. مكرونة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. كل الحكاية ان احنا نستبدل الصلصة الحمراء بصلصة بيضة باللبن وشوية دقيق او شوية لبن صغيرين عندك مع شوية شوربة. هتعمليها بطريقة سهلة جدا ومش هتتعبك ابدا. هتجيبي صينية كده على النار او طاسة اي حاجة، حطي فيها شوية كده من الزيت زي ما انت شايفة كده اهوت. وهتجيبي بصلاية متخرطة صغير زي ما انت شايفة اهوت، بصلاية كده صغيرة، كام فص توم يعني حسب الحاجة. لو انت عايزة الحاجة مشطشطة عندك قرن فلفل كده حراق، فلفل اخضر كده، اعمليه كده كذا شكل مع بعض. وهتنزلي الاول كده معاكي كده زي ما انت شايفة اهوت. هنزل الاول البصل مع الثوم. انا هعملها بالمشروم، لو متاح عندك ماشي، مش متاح خلاص. عندك حاجة تانية، عندك بواقي فراخ، عندك حتة لحمة صغيرة مثلا هتقطعيها شرايح، برضو ايه المتاح عندك حطي. طبعا انا هوطي شوية علشان ميتحرقش معايا، انا عايزاه يبقى واخد لون حلو يعني اهو. واحدة واحدة كده اهو. مكعب ملح حلو كده بقى من عندك. انا بجيب اللي هي الفورية دي يا جماعة، اهي موجودة بكازيون اهو. حبة فلفل اسود صغيرين زي ما انت شايفه كده، مش كتير. بتقلبي برضو النار متوسطه او واطيه شويه اهو. هنزل بقى دلوقتي بالخضار اللي معايا ده زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا مقطعه حلقات ومقطعه شرايح طويله، عايزه تقطعيه صغير حسب ما انت عايزه، بمزاجك انت براحتك. طبعا البصل مع الثوم بيدوا ريحه يعني انتوا عارفين اهو. واحده واحده كده زي ما انت شايفه اهو. تاخد تشويحه بسيطه جدا جدا. انا مش عايزه الخضار بتاعي يتهري معايا، انا عايزاه يبقى حلو كده وماسك نفسه. زي ما انت شايفه كده. انا في الحاله دي دلوقتي هنزل بقى باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفه كده معايا. انا هعملها بلبن وشوربه. عندي شوربه كده، شوربه لحمه زي ما انت شايفه كده. انا بدات اهدي النار عليها خالص اهو. تمام. وهنزل كمان عندي بشويه شوربه قدامك اهو. قد ما هحط شوربه هحط لبن. عندك حاجه اكتر من التانية براحتك، عندك لبن بس وعايزه تعمليها بلبن بس ماشي، مفيش مشكله. تمام. في الحاله دي بقى دلوقتي كده انا هقلب كده بالراحه، وتلات اربع معالق دقيق كده. معلش يا جماعه، 3 4 معالق دقيق كده وتقلبي. تمام اهو. طيب البهارات بتاعتي بقى انا لسه ما حطيتش اي بهارات غير ان انا حطيت مكعب مرقه مش اكتر، وحبه فلفل اسود صغيرين. احط ايه بقى هنا دلوقتي في الحاله دي؟ اي توابل عندك حطي. بصل بودره قد ايه بقى تحطي براحتك انت، خلي عايري بالمعلقه اللي هي زي دي كده، المعالق اللي هي بتاعت الشاي اهو. توم بودره، شويه من الكركم برضو على سن المعلقه، مش عايزه الكركم مش عايزه لونها يصفر براحتك اهو. شويه كاري، وده بقى هيوديكي في حته تانية خالص. كتري شويه كاري اهو. وما ننساش البابريكا يا جماعه لان هي هنا اهم حاجه اهو. حبه بابريكا كده. هزود لها كمان شويه من الفلفل الاسود
بس كده. عايزه تحطي شويه كزبره خضراء مفيش مانع، بس ما تكتريش. عندك جوز الطيب براحتك خالص، كل التوابل بتاعتك دي بتاعتك انتي وحتتك انتي. اهو انا هبدا دلوقتي ازود بالشوربه. كل حاجه قدام حضراتكم اهي. لو اول مره بتشرفينا على القناه اهلا وسهلا بيكم. ارجو منك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان يا ريت تدوسي لايك. الفيديو والله انا بتعب فيه جدا علشان امنتجه، وكمان يعني مش بيتمنتج يعني بالطريقه اللي لائقه بيكم، فارجو منك الدعم وتفعيل زر الجرس. زي ما انت شايفه كده انا زودتها شويه شوربه وشويه لبن كمان اهو. هبدا اخلي النار كده وسط شويه عليها اهو. انا هعملها بالمشروم زي ما قلت لحضراتكم، فهجيب دلوقتي المشروم معايا. المشروم اللي عندي اللي هو ده، فاضل من الميه كده اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده. لو عايزه تعمليها ببواقي فراخ ماشي، هتجيبي مثلا صدر فرخه وتقطعيه حتت صغيره وتشوحيه تشويحه الاول، وبعد كده هتحطيه زي ما انا حطيت كده بس طبعا في الاول يتشوح الاول مع البصل. هبقى اعملها لكم مره برضو بالفراخ، وهعملها لكم مره برضو ان شاء الله بشاورما اللحم اهو. هي طريقه حلوه وطريقه سهله وفي نفس الوقت تغيير، وكلها قيمه غذائيه، كلها لبن يا جماعه، وفيها خضار حلو جدا. يعني لو انت عايزه تغيري بقى من طريقه المكرونه البشاميل العاديه او المكرونه اللي بالطماطم بالصلصه، يعني المبكبكه الحاجات دي كلها هو تغيير. خلاص كده هي كده خلاص، هوريها لكم بقى في الاخر وانا بقدمها. يلا بينا مع بعض كده نعمل شويه بطاطس محمرين، لكن مش محمرين صوابع، لكن هنعملهم بطاطس كده زي ما انت شايفه. انا جبت البطاطس زي ما انت شايفه كده قشرتها، وبدل ما اقطعها صوابع انا سبتها كده على حالها زي ما انت شايفه كده معايا اهو. تمام. طيب هعمل ايه بقى في البطاطس دي؟ بصي يا ستي، هجيب شويه ميه وشويه دقيق وتبهريهم كويس، وتحط عليهم معلقه من النشا زي ما انت شايفه كده. هيبقى ايه زي البشاميل كده، الايه الخفيف شويه، خفيف شويه يعني، هو مش تقيل ومش خفيف زي ما انت شايفه كده. عليهم شويه توم بودره، شويه بصل بودره، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه ملح، وخلاص اهو زي ما انت شايفه. ميه ودقيق، هتحطي ملح فلفل اسود شويه نشا، معلقه نشا كده اللي بتاعه الشاي. تمام. وهتقلبيهم كويس كده مع بعض، وهتجيبي شويه بقسماط لو موجود وشويه دقيق. مفيش بقسماط حطي شويه دقيق، بهريهم برضو، عليهم برضو معلقه من النشا، وهنعملها زي الفراخ البانيه بالظبط، احلى كمان من الفراخ البانيه. شوفي يا ستي انا بعمل ايه اهو، تغيير وفي نفس الوقت طعمها وشكلها حلو وجميله، جميله بجد. هوريها لكم كمان في الاخر وتبقى عامله ازاي، هتنبهروا. حاولي تغيري كده اهو. ده بقسماط على دقيق ومتبل، حط عليهم كمان شويه نشا علشان تبقى كريسبي معاكي وما تتحرقش. انتوا عارفين ان النشا بيمسك الحاجه، يعني بيخلي ليها كده طبق اهو. وهحطها في طبق اهوت لحد ما الزيت بتاعي يسخن. ممكن تتبليها في التتبيله دي وتسيبيها، وعلى التحمير هتحطي لها الدقيق بتاعها والبقسماط بتاعها وخلاص. اهو كده هخلص كله وارجع اوريها لكم قبل ما احطها في الزيت يا جماعه. بعد ما خلصتها زي ما انتم شايفين كده اهي، خلاص انا ما عملتهاش كلها يعني. انا كمان المقدار التاني انا هعمله من غير البقسماط، يعني احطه في التتبيله كده يتبل، وبعدين هحمره من غير البقسماط. ممكن تعمليها كده وممكن تعمليها بالبقسماط مع الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الزيت بتاعي كده ايه، كده النار شويه زي ما انت شايفه كده. انت بتشيلي البطاطس المحمره اول ما بتحسي انها احمرت، لا دي سيبها شويه علشان طبعا هي ما بتبقاش متقطعه ايه صوابع، فهتغيب معاكي شويه، حاجه بسيطه يعني مش هتغيب قوي يعني.
اهو كده. وطبعا يستحسن ان الزيت بتاعها يبقى غزير شويه، مش كتير قوي. طبعا احنا عارفين ان الزيت بقى غالي جدا، فانت ما تكتريش قوي برضه الزيت اهو زي ما انت شايفه، يعني يا دوب يغطيه اهو. علي عليها تاني هتخلص، شايفين اهي هتخلص وهوريها لكم. بنات الجمال شايفين لونها في الزيت عامل ازاي. انا جبت طبق اهو حطيت عليه شويه كده ايه مناديل، حط منديل كده عليها علشان ايه صفوها من الزيت. شايفين اللون؟ انا عشان حطها كمان في زيت غزير شويه ما بضطرش ان انا اقلبها، الطبقه بتاعتها زي ما هي، لا اتشالت ولا وقعت ولا اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. غيري كده ايه الطريقه اللي هي القديمه اللي هي الصوابع والشيبس، غيري كده وشوفي جربيها. والخلطه بتاعتها سهله جدا وموجوده عند اي حد، اي حد عنده ميه واي حد عنده دقيق. معلقتين دقيق على شويه ميه وتتبلوهم كويس، ملح وفلفل وشويه بهارات وشويه توم بودره لو موجود، مفيش مش موجود خلاص مش مشكله، ما توقفيش الحل. وحطي كده شويه بقسماط على شويه دقيق مع معلقه نشا صغيره كده، وتقلبيهم في بعض وتمام التمام زي ما انت شايفه كده. شايفه عايزه تغمقيها براحتك، عايزه تطلعيها بدري عن كده كمان براحتك، بس انا بتعمد اسيبها شويه علشان تبقى زي ما انت شايفه كده معايا مستويه خالص من جوه. اهو زي ما انت شايفه كده اهو، طلعت واحده اهوت. ده اللي انا عملته في بالطبقه الخارجيه. انا هعمل معاكي كمان كام واحده كده من هي بالتتبيله السايله بتاعتها زي ما هي، مش هحطها في دقيق ولا بقسماط اهو. تعمليها بقى في فطار، تعمليها في عشاء، تعمليها في غدا، تعمليها في سندوتشات لولادك وهم رايحين المدرسه، تجنن وبيضربوا بعض عليها والله اهي زي ما انت شايفه كده اهو. عايزه اقربها لك الصفه بس اهو زي ما انت شايفه كده. هخلصها وارجع اوريها لك تاني. كده طبعا انت شايفه اللي متبل معايا ده، انا هجيب يعني هحطه كده في الزيت زي ما هو، هشيله بس كده اهو، سبته يتبل شويه. بص كده معايا بقى في الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما انتش عايزه تحطيها تاني في الكفر اللي هو النهائي اللي هو الدقيق مع البقسماط اهو، وهيطلع برضو كريسبي وجميل اهو. انا عملت شويه كده وعملت شويه كده. طبعا الزيت اتوسخ منك في النص مفيش مشكله، وارد طبعا بتجيبي مصفى تمام، مش مصفى بلاستيك عشان ما تسيحش منك، مصفى من اللي هي الاستانلس تكوني مخصصاها لتصفيه الزيت، وتعملي كده ايه اول باول لما تلاقي الزيت اتوسخ معاكي اهو. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين اهو. طب الصوص ده هرميه؟ لا، هحطه على رف التلاجة في برطمان وهسيبه لما اكون محتاجاه، مش هيحصل له اي حاجه خالص اهو. زي ما انت شايفه ده القديم اللي انا عاملاه بالكفر اهو، وهوريكي برضو قدام عينيكي اللي معمول بالتتبيله اللي هي السايل اهو. اهو يا بنات قدامكم كل حاجه اهو. لو اول مره بتشاركينا على القناه اهلا وسهلا بيكي، وارجو منك الاشتراك والدعم وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل، مش هيخسرك اي حاجه فضلا طبعا وليس امرا اهو كده. وصفه كده للبطاطس كتير مننا عارفها، لكن انا حبيت اشارككم النهارده اقول لكم ان انا يعني ايه حبيت ان انا اغير يعني ما اعملهاش صوابع او ما اعملهاش شيبسي. حبيت ان انا كده ايه اشارككم واوريكم انا بعملها ازاي لما كده تطلب معايا تغيير اهو. خلاص هي كده متهيألي خلاص مش محتاجه حاجه. هتقدميها بقى مع اي اكل معاكي فراخ بانيه ماشي، عندك لحمه محمره ماشي، اي من غير اي حاجه خالص برضو ماشي اهو. تنفع برضو في السندوتشات، تبقى جميله جميله جدا جدا مع شويه كاتشب بقى ولا شويه مايونيز، او من غير خالص تبقى حلوه جدا. انت متبلاها زي الفراخ بالظبط اهو. التتبيله السائله دي يا جماعه ممكن تعملوا بيها فراخ الكنتاكي برضو، مش لازم لا لبن ولا اي حاجه تانية، يعني مش مكلفه معاكي خالص، شويه ميه وشويه دقيق وخلاص او زي ما انت شايفه كده، وتتبليهم وشكرا اهو يا جماعه.
انا عايزه اوريكم اهو اهي. ودي اللي انا عاملاها بالكبر، هي ما تفرقش كتير، هو بس طعم البقسماط مش اكتر اهو. خلاص كده يا جماعه انا خلصت. هسيب دول شويه كده يتحمصوا زي ما انت شايفه اهو كده. شكلها روعه وطعمها بيبقى جميل جدا جدا جدا. جربيها مش هتخسري حاجه اهو. يلا نشوف المكرونه بقى اللي احنا عملناها شكلها عامل ازاي. ادي يا جماعه المكرونه اهيت بعد ما خلصت. مكرونه بقى بالوايت صوص جميله 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 غرقانه. غرقيها كمان زي ما انت عايزه. انا حبيت بس اوريكم كده قبل ما اقدمها. وادي البطاطس اللي عملناها كده مع بعض اهي زي ما انت شايفه كريسبي وجميله جدا جدا جدا. جربيها هتعجبك جدا وهتعجب ولادك. ارجو منك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك مش هيخسرك اي حاجه. شكرا يا حبيباتي. السلام عليكم.